شوفوا هاد العمارات، ايوا بحال هاد العمارات بالعشرات كاينه واحد 600 ديال المواطنين نصب عليهم من طرف واحد ما يسمى بمنعش عقاري. تصوروا معايا 600 ماشي 10 ماشي 15 ماشي 20، 600 مواطن نصب عليهم. قالوا لهم غتشريو السكن الاقتصادي، غتشريو السكن الاجتماعي. الناس خلصوا فليساتهم، اللي عطى 30 مليون، اللي عطى 25، كل واحد شنو عطى. والسيد يمكن سلت ولا شنو دار وخلى 600 عائله، 600 ناس جمعوا فلوسهم، فيهم عسكريين فيهم اساتذه، يعني وفروا باش يشريو واحد السكن وتنصب عليهم. الاخطر من هذا الشيء هو لما كتسمع ان مصالح الدوله اللي خصها تحميهم كرفساتهم. كتعرفوا المواطنين في بلاصه ما يكونوا ساكنين في ديورهم هذه 5 سنين، سمحوا لي كنضحك لان امر غير مقبول. هذه 5 سنين وهما ولاو كيناضلوا من اجل الحقوق ديالهم. هذه 5 سنين وهما مجرتلين مساكن، مشاو لهم فلوسهم، مشى لهم كل شيء. دابا ولاو كيباتوا في امام هاد الشقق اللي شاريين، ولكن ما يقدروش يدخلوا، ما يقدروا يديروا حتى حاجه لان المنعش ضرب الحصيصه وزاد. ناس ولاو كيباتوا في العراء، مخلين وليداتهم، مخلين عائلاتهم. هو مشروع الغالي بمراكش، ضحايا مشروع الغالي بمراكش. مصيبه هذه زعما. ملي كنوليو في هذه الوضعيه ما بقى ما يتقال، ولم ينصفوا من طرف السلطات المحليه ولا القضاء ولا حتى شي واحد، وبالعكس ضغطوا عليهم لصالح المنعش العقاري. شوفوا معايا الناس ساكن فيه كيباتوا، وهنا راه عندنا من جميع الشرائح ديال المواطنين، يعني كاين متقاعدين، كاين الجاليه المغربيه في الخارج، كاين اساتذه، كاين الدرك الملكي، مسك كل شيء ضرب لهم الحصيصه وزاد. السلام عليكم. السلام سيدي. بخير خويا. الحمد لله. انت من المتضررين؟ انا من المتضررين ديال هذا المشروع الغالي. هذا المشروع تابع لواحد الشركه عقاريه سميتها الفعلي للتعمير او الفعلي للعمران، حيت هو كيبدل اسماء الشركات كيف كيبدل الجوانب ديالو كيف كنقولوا. هذه الشركه هذه اللي سبق لها وفتحت واحد البروجي، واحد المشروع سميتو مشروع نسمه في الصويره، اللي دارت فيه نفس ما دارت في مراكش. بنات الشطر الاول، طمعت الناس، خدات الفلوس ومشى في حاله. من بعد مشات هذه الشركه الثانيه قلعه الصراغنه، دارت نفس الاستراتيجي. بنات الشطر الاول طمعت عباد الله، خدات الفلوس ومشات. جات لمراكش نفس الاستراتيجي، بنات الشطر الاول جمعت الفلوس ومشات. ما كنظنش انا هذا المقاول هذا غادي يكون بوحدو، هذه مافيا بدون مناقشه، هذه مافيا. لان من 2007 من 2009 في الصويره لدروكا اللي هي 14 سنه هذه ولا 15 سنه، وهذه الشركه كتنهب اموال الفقراء. المشكله شكون؟ الناس من الطبقات الهشه ديال السكن الاجتماعي. 14 مليون في الصويره وفي القلعه، واخو 14 مليون و 25 مليون في مراكش. اذا هاد الناس هذو كيستهدفوا واحد الطبقه معينه. هذا الشيء مخطط له، هذا الشيء مع سابق الاصرار والترصد، وهذا الشيء راه بان واتضح.